إصدار أعلى عائد 25% بالبنك الأهلي وبنك مصر لمدة عام واحد وبديل للشهادات الثلاثية الآن. تعال أعرفك أفضل عائد موجود في البنك الأهلي وبنك مصر لمدة عام، لأن اللي هتربطها دلوقتي سواء شهادة أو أي شيء تاني ممكن تكسبك وممكن تخسرك. بس في الأول كده يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة تفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. اسفل الفيديو علامة اللايك، اضغط لايك من اسفل الفيديو وتعالى بقى اعرفك اللي معانا. بص يا صاحبي، هو ايه افضل عائد بالبنك الاهلي وبنك مصر الان لمدة عام؟ لان قبل ما تربط اي شهادة لازم تعرف هتكسب ولا تخسر. يعني مثلا لو هتربط الشهادات الثلاث سنوات لازم تعرف في الاول هتربط اي شهادة سواء كانت متناقصة العائد، سواء بعائد سنوي او بعائد شهري، أو هتربط شهادة لمدة 3 سنوات. الشهادة الشهرية اللي هي ثابتة اللي هي حاليا أصبحت 17.4% بدلا ما كانت 16%، وإحنا عملنا عنها فيديوهات وهسيب لك الروابط أسفل الفيديو لازم تشوف. ولازم كمان تعرف أنت لما تربط شهادة هل أنا أقدر أكسرها وأكسرها إمتى؟ كام بعد 6 شهور؟ وهل الخسارة كام؟ 70% ولا أقل؟ لأنك أنت بتتكلم عن 3 سنوات، صعب تعرف الأيام هتتغير إزاي. كلنا شايفين اللي بيحصل في الشرق الأوسط وتأثيره على الاقتصاد العالمي، والموضوع شكله مطول أكتر، وطبعا ده هيأثر على الفايدة سواء عالميا وبالطبع هتأثر علينا محليا. لذلك جميع المستثمرين الآن بيبحثوا الآن عن أفضل استثمار لهم لفترات قصيرة وليست فترات طويلة، يعني سنة وأقل من سنة كمان، وكمان يقدر يسترد أمواله في أي وقت. لذلك أمامهم اختيار الأفضل لجميع المستثمرين، واللي كبار المستثمرين بيستخدموه واللي صغارنا ما بيستخدموش وبيخافوا منه. واحنا هنقول لك دلوقتي الطريقة ازاي تعملها وافضل حل ليك الان، وهو اذون الخزانة. وقبل ما تقول لي اذون الخزانة عليها 20% هعرفك ازاي بتربطها، وكمان بتعوض الضريبة بتاعتها 20%، وبتربح اكتر من الشهادة كمان المطروحة الان بكتير كمان. وهعرفك دلوقتي العروض المقبولة في اذون الخزانة من البنك المركزي. أول عروض معانا وهي لمدة عام واحد، الحد الأدنى لأعلى عائد فيها 23، وأعلى عائد وصل فيه 24، متوسط العائد المرجح 23.72%. طيب الستة شهور الحد الأدنى وصل 23 والحد الأعلى وصل 25.24%، متوسط العائد المرجح 25.12%. طيب التلات شهور أدنى حد وصل فيه 22.99%، أعلى عائد وصل 24.34%، متوسط العائد المرجح 24.25%. طب التسع شهور الحد الأدنى وصل فيه 24.10%، أعلى عائد وصل فيه 25.34%، متوسط العائد وصل فيه 25.15%. الناس اللي هتقول لك ال20% دي انت بتعوضها والمستثمرين كلهم بيعوضوها ازاي؟ انت اولا انت ما بتربط اذن الخزانة انت بتاخد العائد بتاعك مقدم، وانت هنا بتاخد العائد بالكامل بدون خصم الضريبة كمان. بتاخد العائد ده كله وتربطه تاني في اذن خزانة اخر، فهنا بتعمل عائد مضاعف للعائد اللي انت كسبته في الاول، وهنا بتكسب اكتر ما انت هتكسب من الشهادة، وكمان حتى بعد خصم الضريبة بيكون العائد بتاعك اكتر من الشهادة. وهعمل لك الفيديو القادم عن طريقة كيفية ربط اذون الخزانة في البنك الاهلي او بنك مصر، واعرفك ايه هو السوق الاولي والسوق الثانوي في الفيديو القادم، وتربطه في انهي ايام، وتربط اعلى عائد ازاي. كل عليك ان انت بتشترك في القناة فعل الجرس، وكمان تشارك الفيديو على كل اصحابك اللي عايزين عائد عالي ولمدة عام واحد او اقل من عام، سواء 3 شهور 6 شهور و9 شهور وعام. ابعت لهم دلوقتي الفيديو على وعسى يستفادوا.